اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معاكم ان شاء الله يعجبكم. اهم حاجه ما تنسيش تشجعيني باللايك كتير للفيديو وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني. النهارده زي ما انتم شايفين كده سيلا طبعا جاهزه. سيلا النهارده قررت ان هي تروح المدرسه. احنا بقالنا فتره ما بتروحش المدرسه، بقالها اسبوع كده طبعا من قبل رمضان وكام يوم كمان في رمضان. فهي بقى قالت لا انا عايزه اروح المدرسه، طبعا وحشها بقى جو المدرسه واصحابها. فقلت لها خلاص تمام ماشي. اتسحرت واتسحرنا كلنا، طبعا الولاد دخلوا ناموا صلوا الفجر ودخلوا ناموا. وطبعا احنا صليت انا الفجر وفضلت قاعده مرضتش بقى انام. قلت بقى هستنى لما يجي الميعاد بتاع سيلة علشان انزلها ايه للباص، وبعد كده هنطلع نشوف هنعمل ايه. هنا بقى كنا مستنيين كده ان احنا ننزل مع بعض كده. كنت عمالة بقى اهزر معاها على الصبح وهي فرحانة جدا. يعني النهاردة كان اليوم بتاعها كأني اول يوم تروح المدرسة. عندها بقى حماس كده ورايحة، رغم ان هي كانت متسحرة معانا ودخلت يا دوبك نامت لها كام ساعة. بس قايمة متحمسة جدا علشان طبعا بقالها فترة ما بتشوفش اصحابها وما بتروحش المدرسة. فالنهاردة بقى ايه، قررت بقى لا انا لازم اروح. قلت لها تعالي بقى روحي وكده اهو. عمالين بقى ايه نهزر انا وهي متشجعة. حطوا لها لايك يا جماعة وشجعوها باللايك. طبعا هي كانت قاعدة الفترة دي، بس طبعا كنا قاعدين بنذاكروا وعشان ما يفوتناش حاجة. وهي بقى ايه قالت لا انا هروح. وهما كده كده بيطلعوه بدري، يعني بيطلعوه مواعيد رمضان بدري جدا. فقلت بقى خلاص خليها تمام النهاردة تجرب، نشوفه بقى هتتحمس تاني ولا هو النهاردة بس. كنا هنا مستنيين بقى الباص، وبعد كده ايه ركبت فطبعا طلعت. بعد ما طلعت طبعا دخلت كملت النوم، وبعد كده لما قمت من نومي دخلت على المطبخ. زي ما انتم شايفين اول حاجة بعملها اخش على الحوض واشوف المواعين دي. كانت مواعين السحور، فقلت بقى ايه انضفها كده اوامك، اخدها كده معايا انضفها، وبعد كده نبدأ بقى ايه نشوف هنعمل ايه. هنا كان الوقت يعني كان بعد الظهر كده على الساعة 1 كده. فقلت بقى ايه اغسل شوية المواعين دولت، لان انا مش هعمل الاكل طبعا دلوقتي، بس هو في حاجات كده لازم اعملها في الاول. زي ايه هنعمل مع بعض الاول حاجة الخروب. دي حاجة اساسية لازم اعملها. ابل البلح برضو. وكنت خلاص غسلت الكوبايات بتاعت اللي هي الزبادي. فطبعا عملت برضو الزبادي وحطيتها في المكنة علشان طبعا تشتغل وتجهز ان انا احطها في التلاجة. عندي هنا حطيت كوباية السكر زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى ايه تدوب مع بعضها يعني مع نفسها كده من غير تقليب ولا اي حاجة. وعندي هنا برضو نفس المعيار خروب. الخروب اللي هو المجروش اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده. ده النهارده بيعمل لنا ازازتين. المعيار اللي انا بعمله ده بيعمل ازازتين حلوين كده. زي ما انتوا شايفين السكر بدأ يدوب اهو. اهو ده بصوا كده شايفين. هبدأ بقى ايه هنزل بالخروب بقى بتاعي وافضل بقى اقلب بقى كده شوية حلوين اهو كده. طبعا المشاريب دي حسب اللي انت بتحبيه. يعني في ناس بتحب اللي هو التمر العناب صوبيا. حاجات كتير جدا مشروبات رمضان حاجات كتير جدا. بس انا عندي هنا الولاد بيحبوا اللي هو التمر ده. وفي كمان جزء بيحب العرقسوس زي ما انتوا شايفين. فاحنا ايه طبعا بنعمل المشروب ده لان ده المحبوب للكل كله بيحبه. فعشان كده طبعا بعمله اول ما بقوم من النوم علشان يلحق ايه يسقع في التلاجة. كده خلاص انا طبعا قلبته وبعد كده حطيت معيار المية. هسيبه بقى ايه مع نفسه ياخد ايه يغلي.
لان طبعا اول ما بتحطي الميه بيتكتل مع نفسه كده، بيجمد مع نفسه. طبعا هنا كنت خلصت خلاص الخروب وغسلت الحله وكل حاجه. حطيت بقى اللبن علشان طبعا هعمل الزبادي زي ما قلت لكم. تمام كده. هنخش بقى على الحاجه بقى المهمه، الحاجه بقى الجميله بتاعتنا. بصوا بقى، شايفين الجردل الجميل ده؟ الجردل ده عايزه اقول لكم احنا كنا مخللين فيه زيتون من اول ما طلع موسم الزيتون. خللنا فيه، فكانت اول فتحة ليه النهاردة. كنت قلت بقى ايه افتح بقى عشان ايه نشوفوا بقى النتيجة. بقاله قد ايه؟ عايزة اقول لكم بقاله 6 شهور او 5 شهور. بصوا بقى، عايزة بقى اوريكم بقى كده المنظر. حاجة بقى تحفة. كنا جايبين بقى الزيتون، عايزين بقى نشوفوا النتيجة بتاعت الزيتون بتاعنا. بصوا بقى كده اهو، بصوا المنظر، بصوا الجمال. طبعا بقى فلفل زي ما انتوا شايفين. بصوا الزيتونة عاملة ازاي، بصوا مستوية تحفة. ده كان الزيتون اللي هو التفاحي، كنا جايبين منه كمية كده وملحنا، لان احنا ايه بنستخدمها طول طبعا شهر رمضان. فطبعا لما فتحت زي ما انتوا شايفين حاطين فيه جزر، حاطين فيه ليمون، فلفل، كل ده كده. قلت بقى ايه اعبي برطمان، عندي برطمان كان فاضي كده، قلت بقى اعبي فيه حبة كده عشان طبعا استهلك منه يعني وقت الفطار وكده. زي ما انتوا شايفين اهو. اخد بقى الكمية اللي انا عايزاها، اعبي بقى البرطمان ده، ولما يخلص اعبي ايه تاني اهو كده. بس طبعا مش هاخد المية دي. انا هنا بعبيت البرطمان ده بعد ما عبيته. بصوا ضفتله مية نظيفة، يعني ضفتله مية من الحنفية علشان طبعا هو بيبقى مالح جدا، فالمية دي بس تقلل نسبة الملح فيه اهو كده. زي ما انتوا شايفين، بصوا بقى كده المنظر، شايفين جميل جدا. وعايزه اقول لكم طعمه تحفه، وتحسوا كده الزيتونه يعني فيها مليانه كده جميله كده اهو كده. هقفله، وده كده البرطمان ده كده هستخدم منه وقت الفطار. طبعا النهارده عملنا مع بعض اللي هو الجلاش البيتزا، الوش بيتزا. وعملنا فرخه طبعا مشويه زي ما انتوا شايفين، عملته معاكم قبل كده على القناة. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا طالع تحفة. والفرخة طبعا المشوية. وده كان بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو خفيف كده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسينيش باللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انت شايفة كده خلاص قطعنا بقى، جهزنا الجلاش بتاعنا، وهنبدأ نرص بقى السفرة بتاعتنا. ده كده كان وقت الفطار. يعني انا بعد ما خلصنا كل اللي ورانا وعملنا الفطار، بدأنا بقى طبعا نجهز الفطار لان المدفع خلاص قرب يضرب. وزي ما انتوا شايفين هنبدأ بقى نرص السفرة بتاعتنا. ده كده كان الجلاش بتاعنا. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.